السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلي دوسي على اللايك وانزلي دوسي على الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش حبايبي بكومنت حلو زيك ان شاء الله. النهاردة طبعا كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد الأضحى المبارك، يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. النهاردة طبعا زي ما انتوا عارفين ان مفيش بيت مصري عامل الفتة، كله عامل الفتة باللحمة بالرز بالخل ما شاء الله يعني. النهاردة انا ما عاملاش فتة، طبعا الفيديو بتاعنا مختلف خالص خالص خالص. انا النهاردة عاملة حمام وعاملة فراخ محشي رز وعاملة كمان معاهم لحمة. ان شاء الله الفيديو يكون خفيف وبسيط ويعجبكم بإذن الله. تابعوا الفيديو هنزل لكم شوية تكات وشوية حركات وشوية تفاصيل بإذن الله تستفادوا منها ان شاء الله. الفيديو بتاعنا بسيط ومش هطول عليكم، نخش على الفيديو على طول. طبعا انا غسلت الحاجة اللي انا هعلق عليها، إن كان اللحمة والحمام، وغسلتهم غسلة كويس خالص. وهنا بعمل التتبيلة بتاعت الحشو بتاعتي. طبعا هنا نزلت بشوية رز في صينية، ودي الرز ده اللي انا هحشي بيه ان شاء الله. طبعا بياخد جلبتين معايا، وبنزل بجميع البهارات معايا. تبلي الرز كويس خالص، وكمان لو شوية فلفل كمان هيودوها في حتة تاني. يعني الفلفل تتوصي بيه اكتر من البهارات. انا هنا حطيت كزبرة وحطيت فلفل وحطيت السبع بهارات سنة صغيرة خالص، وسنة بسيطة خالص كده تطعيم سنة كاري. الكاري يعني بص الواحد ما يكترش فيه، لان الكاري ما شاء الله الطعم بتاعه شديد شوية، فبيغير الطعم الحاجة بيبقى واضح خالص. شفتوا الحبهان كده لو زاد في الحاجة، يعني زاد الحبهان في الحاجة بيظهر طعم الحبهان بزيادة. الكاري عامل زي كده، لو زودتوا منه بيديكوا طعم الكاري خالص، يعني طعمه بيظهر في الحاجة. فانا بحب ان انا الكاري ده حاجة بسيطة يعني. زي كده قلبت الرز كويس خالص معايا، وهنا خلاص شرب المية بتاعته، بس هديله حوالي دقيقة تاني بس، لان هو خلاص مش عايزاه سواء كامل. طبعا معروف الحشو زي ما انتوا عارفين ان ما بيبقاش الرز سوا كامل، لان بيكمل سواه جوا الحاجة يعني. هسيبه على النار كده حوالي دقيقة تاني عبال ما ياخد ياخد بقية سوا. هنا عندي انا نزلت باللحمة، ضفت اللحمة طبعا، وهسيبها كده عبال ما ادخل بالحشو بتاعي. انا عندي هنا برضو بصلاية حمرتها وحطيت فيها حتة لحمة بيضة، يعني سمينة كده زي ما بيقولوا كده بالصعيد، حتة سمينة كده من الدهن. فنزلت هنا خلاص بالصلصة بتاعتي بعد ما البصلة بتاعتي اتحمرت خالص. هنا انا مقطعة كوسة وبطاطس وجزر، وقطعتهم كويس خالص زي ما انتوا شايفين. قطع الجزر بتبقى رهيفة خالص، لان الجزر بياخد طياب بياخد سوا. عندي هنا بسم الله ما شاء الله اهو الرز معايا اهو خلاص، يعني نص سوا زي ما قلت لكم. هو ما باينش والله في التصوير، لكن بسم الله ما شاء الله طلع الطعم معايا حكاية. البهارات اللي بنحطها كمان، وكمان الكاري بيدي الطعم في حتة تاني خالص. كأن الحمامية اللي بتاكليها او الفراخ اللي بتاكليها كأن من بره، كأنك جايباها من محلات. وده اللي هيميز يعني اكلك عن اي حد تاني. يعني اهم حاجة صل البهارات على محمد عليه الصلاة والسلام، وتكون بكمية يعني زي ما قلت لك مش كتير. عندي هنا خلاص الصلصة، حطيت الملح والكزبرة والفلفل وكل حاجة خلاص، وهقلبها قليبة كده وهسيبها تستبك مع نفسها. عندي هنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الحاجة بعد ما غسلتها كويس خالص،
هاجي هنا بالفرخة، هجيب شوية ملح بفلفل، ملح بفلفل بس، يعني مش توابل ولا اي حاجة، ملح بفلفل. وهحاول امشي عليها كده من بره ومن جوه، علشان تديني برضو اللحم بتاعها يكون مطعم بالملح وطعمها حلو. هنا هحشيها زي ما انتوا شايفين. الحشو معانا سهل جدا، يعني بحاول كده اعبي الزور بتاعها وبعدين هحشيها هي. دي في تكات من عندك، يعني انا عارفة ان كل مصريين بسم الله ما شاء الله معروفة مصر، والستات من مصرية معروفة بنفسها الحلو في الاكل، والاكل بتاعنا يعني معروف ما شاء الله، يعني غير اي حد خالص. فبنضيف حوالي تكات وشوية حكات، شوية قصدي تكات وشوية حركات. فإن شاء الله اعملوا الوصفات اللي أنا بقول لكم عليها دي، حاجات بسيطة خالص بس والله بتفرق جدا في الأكل. طبعا هنا سنة الملح برضو عندي. هنا خلاص خلصت الفرخة وداخلة في الحمامات، ان انا بحشي الحمام ما شاء الله ما بياخدش حشو كتير، يعني ان الحمام صغير فما بياخدش حشو كتير. ان شاء الله هحاول باذن الله انزل لكم بكره او بعده ان شاء الله على القناه ال- الفته باللحمه باذن الله، ويا رب تكون يعني الفيديو يكون كويس ويعجبكم، لان انا هنزلها بطريقه بسيطه خالص وبطريقه حلوه باذن الله. تابعونا على القناة، محتاجة دعمكم حبايبي واخواتي، محتاجة الدعم بتاعكم، ومحتاجة قناتي تكبر بإذن الله بيكم. وبإذن الله ربنا يقدرني ان انا انزل لكم فيديوهات حلوة تعجبكم، وفيديوهات بسيطة وفيديوهات اقتصادية وحاجات بإذن الله تنول إعجابكم. بس انتوا ادعموني باللايك، وادعموني بالاشتراك في القناة، وادعموني برضو بتعليق. التعليق بيفرحني وبيفرق معايا خالص والله. التعليق انا لما بشوف تعليقات بفرح جدا، يعني انا بتضايق جو لما بلقى مشاهدات بس ما بلقاش حد معلق لي على الفيديو او عامل لي لايك كفاية، بلقى نسبة المشاهدات اعلى من نسبة اللايكات. فبالله عليكم اللي يوصل معايا الفيديو ده وسمع كلامي ان يسيب لي تعليق حلو ويسيب لي كومنت يعني يكون كويس، ويسيب لي اللايك والاشتراك في القناة. انا نفسي قناتي باذن الله تكبر بيكم، انا نفسي اعمل لكم حاجات كتيرة وفيديوهات كتير ان شاء الله. باذن الله هعمل لكم فيديوهات اقتصادية وفيديوهات خفيفة وفيديوهات سهلة جدا بالنسبة لكم، ما فيهاش اي صعوبة، يعني ما فيهاش صعوبة بإذن الله. هنا خلاص انا حشيت عندي الحمام وحشيت الفرخة بتاعتي اهي، يعني اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. انا عندي هنا الحمامة دي الزور بتاعها مقطوع، هوريكم انا عملتها ازاي، هتطلع معاكي حلوة برضو بإذن الله. نزلت هنا بالفرخة ونزلت بالحمامة، والحمامة اللي هنا ايه مقطوعة في الزور بتاعها انا حطيتها في كيس حراري وربطتها كويس، ويدوبك تكيت الكيس كده بشوكة ما تقلقيش. يعني بصي هتطلع زي الفل، وهتطلع كمان بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيهاش ولا حاجة، يعني لا متفرجعة ولا اي حاجة. هسيبهم هنا ياخدوا سواهم على النار. حطيت هنا ضفت الملح وضفت الفلفل وضفت كل البهارات بتاعتي. عندي هنا الصلصة بسم الله ما شاء الله، يعني ايه هنا خلاص الصلصة اتسبكت معايا خالص. وهنزل عندي هنا بالكوسة والجزر والبطاطس بتاعتي. إيه اي حاجة تعمليها بالصلصة صلي على محمد كويسة عليه الصلاة والسلام، عايزاها تطلع حلوة، عايزاها تطلع طعم خطير، ادي الصلصة حقها، ادي الصلصة وتسبيكة الصلصة حقها على النار. يعني ما تستعجليش عليها، خليها بالبلدي كده تربط، يعني خليها بالبلدي كده تستبك تسبيكة حلوة على النار، تستعجليش عليها خالص. فهنا هتديك الطعم المطلوب، لكن انت لو استعجلت عليها والله هيطلع الاكل ميت ما تعمل يعني وتسوي، او حطيتي ميت توابل مش هيطلع حلو
برضو تكت ان انت تسيب الصلصة تتسبك كويس خالص، هتخليلك الطعم في حتة تانية خالص. عندي هنا خلاص يعني، هنا خلاص في نص سواهم يعتبر. عندي هنا على العين التانية حطيت البامية. البامية كمان لو فلفل سبايس حراق كمان تقطعيه جواها يا سلام. بس انا عندي الاولاد ما بيحبوش ايه، ما بيحبوش الحاجة الحراق. ساعات بحطها وساعات لا والله، عشان ما بقاش كدابة يعني، خلي فيه مصداقية ان شاء الله. عندي هنا خلاص التومة بتاعتي حمرت، وضفتها كمان البامية او الملوخية. انا قلت قبل كده في الفيديوهات بتاعتي بتحب التومة او طشة التومة تكون كتير، يعني الملوخية والبامية دول بالذات بيحبوا طشة ال- التومة كتير. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، هي خضراء خالص خالص. ده هي بس الإضاءة ان في شباك كده فوق البوتاجاز بتاعي، فمدي إضاءة جامدة فمش باين لونها الطبيعي. بس هي والله بسم الله ما شاء الله اللون بتاعها خطير خطير خطير. والقوام ما شاء الله يعني ما يبقاش قوامها ماهي عن كده او يعني المهم تكون لا تخينة ولا سايبة، فهي تكون قوام ده القوام المظبوط. عندي هنا حمرت الحاجة بتاعتي يعني بعد ما تبلتهم كده في الصلصة كويس، طلعت شوية صلصة كده على جنب. وهو المنظر الأخير، اللهم بارك اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين اهو، حطيت هنا الرز وعملت هنا شوية سلطة جنبيهم، وادي البامية وادي الكوسة وادي الرز بتاعي، وادي الصينية بتاعتي برضو اللي فيها اللحمة والفراخ والفرخة والحمام بتاعي. يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يومنا يختلف خالص النهاردة، الناس كلها عاملة فتة، احنا عاملين حاجة غير خالص. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الأيام بخير. اخواتي وحبايبي في الله، لو وصلتوا الفيديو معايا للوقت الفيديو ده، ما تنسوش تدعموني بلايك، وما تنسوش تدعموني بتعليق، وما تنسوش تدعموني برضو بالاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو بحاجة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في فيديو جديد.